احسن تحليه اللي تقدري توجدي لضيافك هماويه وكريميه ومعلكه وتوجديها حتى لوليداتك غادي يحماقوا عليها. اول حاجه غادي ناخذ نص كاس ديال السكر على عافيه مهيله حتى يذوب، ونزيدوا عليه 2 معالق ديال الماء ونديروهم في المول اللي غادي نديرو فيه التحليه. ناخذ اطره الحليب مع نص سيترو ديال الكريمه السائله مع 3 ساشيات ديال الفاني، 3 ديال المعالق النشا. نحركوهم على البارد مزيان وفوق نار هادئه مع استمرار التحريك حتى يعقد لينا الخليط على هذا الشكل. نديرو عليه اللوز مهرمش من الفوق هكا كيجي زوين، فاش كتقلبو كيجيكم من التحت. نخليهم يبردوا على الاقل واحد 6 ساعات في الثلاجه. من بعد من نجبدوهم نديروا لهم الماء طيب باش يذوب هذاك الكراميل، ونجربوا بيدينا واش الكريمه ما لاصقاش لينا بزاف في المول، وعاد نقلبوها. كنقدموها بالتزيين اللي بغينا. انا درت الفريز وزينتها بالكراميل واللوز مهرمش مكراميل ليزي، معلكه وليده حماقوا عليها وليداتي وحماقوا عليها ضيافي. نتمنى الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ليا لايك الفيديو، وتسناوني في الوصفه بروسيما.